اهلا وسهلا بيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بألف خير. وحشيني كتير. النهارده هنعمل مع بعض احلى واسهل طريقة صوابع زينب. تاكليها كده بجد تحفة جدا، وطرية من جوه وناشفة من بره، فحلوة قوي. تعالوا نشوف الاول هنعمل ايه مع بعض. انا هنا معايا 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايتين من المية. 3 كوبايات من السكر عليهم كوبايتين من المية. احنا دايما عارفين الشربات التقيل بتاع الشرقي دايما بيبقى تقيل. 3 كوبايات عليهم كوبايتين من السكر، 3 كوبايات من السكر عليهم كوبايتين من المية. هنسيبهم يغلوا كده على النار. انا بنزل الاول السكر علشان ما ينفعش احط المية وبعد كده انزل بالسكر. لازم الاول انزل بالسكر، بعد كده انزل عليه بالمية واسيبهم كده يغلوا. ما اقلبش، يا دوبك قليبه بس بسيطه ادوب فيها السكر، وبعد كده ما احطش ايدي تاني ولا المعلقه في الشربات علشان ما يسكرش معانا. الطريقه دي سهله جدا وتحفه، ومش هيطلع معاكي ابدا الشربات مسكر معاكي. او في حبيبات السكر لسه موجودة، او الكريستالات بتاعت السكر. احنا زي متفقين ان احنا لازم السكر من المعلقة ما يكونش نقلب فيها وبعد كده نحطها تاني ويكون لسه فيها سكر. احنا هنسيبه كده، هو هيدوب لوحده السكر كله. ممكن نقلبه تحريكة بسيطة كده، لكن يدوبك كده بالمعلقة، ومش هعلي المعلقة كده لفوق علشان دي اهم حاجة واهم خطوة في الصابع زينب. علشان تطلع معاكي ممتازة لازم تعملي الحركة دي بنفس الخطوات دي، وهتطلع معاكي بجد تحفة، مش هتبوظ منك تاني ابدا ابدا. هتطلع معاكي ممتازة بجد. انا هسيبها هنا يغلي لحد ما يتقل معايا، وبعد كده اطفيه واسيبه يبرد. وبعد كده نبدأ في صوابع زينب. يبقى الاول حاجة لازم نعمل الشربات الاول ونسيبه يبرد خالص تماما. بعد كده نبدأ في صوابع زينب، مش بتاخد معانا وقت خالص. هنا بعد ما الشربات هتغلي هنحط نص ليمونة او ملح ليمون، يدوبك كده ربع معلقة ملح ليمون بعد الغليان في الاخر خالص. وممكن تحطي فانيليا لو بتحبي الفانيليا في الشربات، بيبقى ريحتها حلوة وبتدي نكهة حلوة للشربات. تعالي نشوف. هتسيبها كده يغلي خالص، وبعد كده هوريكي شكله عامل ازاي مع بعض. تعالى هنبدأ مع بعض كده. احنا عملنا خلاص الشربات وسيبناه يبرد. هنبدأ بقى كده نعمل الصوابع زينب الحلوة جدا. يا رب تعجبكم، يا رب تحطوا لايك، ويا رب تشتركوا في القناة، واتمنى كده تدوس على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبتمنى يا رب تكون القناة عجباكم كده، ويا رب تكون بتستفادوا حتى لو في 1%. بتمنى تجربوا الحاجة بجد. انا لو ليش الحاجة بتطلع معايا ممتازة وكويسة مش هطلع واعملها، لاني احنا مش وقت ان احنا نعمل حاجة ونجربها وتطلع بايظة. بجد ان احنا في ظروف، ربنا يعلم بكل الناس، ربنا يساعد كل الناس ويقوي كل الناس على الايام الصعبة بجد، على المصاريف. فانا للاش الحاجة بتطلع معايا ممتازة وبتطلع معايا مظبوطة، مش هطلع واعمل قناة وهعمل حاجة تأذي الناس بجد، تطلع مش مظبوطة. لا، انا للاش عاملاها ومجرباها وطلعة كويسة، مش هطلع اعملها حتى لو لقيتها مش مظبوطة معايا، انا مش بعملها. يلا نبدأ بقى في طريقتنا الحلوة دي. معايا هنا كوبايتين من الدقيق العادي الابيض، ومعايا هنا نص كوباية من الدقيق البسبوسة او السومولينا الناعمة. كده تمام. الاتنين مع بعض كده نقلبهم مع بعض كده. يبقى معانا كوبايتين من الدقيق الابيض العادي، ومعانا نص كوبايه من الدقيق السومولينا. يا ريت نقلبهم كده مع بعض شويه، ندخل كل المكونات مع بعض. ومعانا
نص كوباية من المية الدافية، ومعايا مع نص معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة مش معلقة. على ليه؟ لان احنا مش عايزينها على ما نحطها في الزيت تحمر معانا، احنا عايزينها يا دوبك تتفاعل الخميرة مع السكر. وهنا معايا برضو معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من الخميرة، نص معلقة صغيرة من الخميرة. كده تمام. نقلبهم كده مع بعض، ندوبهم مع بعض. بس كده المقادير تبقى باينة كده تمام جدا. وهنزل بربع كوباية من الزيت، يبقى مقاديرنا كوبايتين من الدقيق، نص كوباية من الدقيق السمولينا، نص معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الخميرة، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من المية، ربع كوباية من الزيت، نص كوباية من المية، ربع كوباية من الزيت. كده مقاديرنا سهلة وبسيطة، وكل الناس تقدر تعملها بالمقادير البسيطة دي. كده تمام. كده هنزل بربع كوباية من الزيت، كده انا حطيت الربع كوباية من الزيت على نص كوباية من المية، على النص معلقة صغيرة من السكر والخميرة مع بعض، ورشة ملح. ورشة الملح دي ما تنساهاش، لان بجد بتظبط الطعم. ادي رشة الملح. وهنا هنزل بالمقادير، مش كلها، الاول بالتدريج لحد ما العجينة تكون معانا متماسكة كده، مش بتبقى طرية. نفس المقادير كلها اهي. كده احنا ايدينا نظيفة غسلينها قبل ما نشتغل في كل المكونات بتاعتنا، احسن من القلافز كمان. الجوانت بتخلي ايدك انا مش بتعرفي تتحكمي زي الايد. الايد بتعرفي ملمس العجينة معاكي ايه وايه اللي ناقص العجينة. قدرنا بالظبط مظبوطة. هنزل بباقي اللي في الكوباية بالتدريج. المية بتكون دافية زي دمعة العين، ما بتكونش سخنة، علشان معانا الخميرة لو المية سخنة هتلاقي العجينة معانا الخميرة مش هتشتغل، يعني هتلاقي الخميرة مش شغالة معاكي. لازم المية بتكون يدوبك زي دمعة العين علشان تطلع معاكي الطريقة ممتازة. بالظبط المقادير بالظبط. هي العجينة ما بتكونش طرية، بتكون ناشفة شوية، يعني مش طرية، علشان تعرفي تتحكمي فيها. هي المقادير بالظبط مظبوطة، يعني بالظبط ما زودتش مية ولا قللت مية، الكوباية بالظبط زي ما خدت. كده تمام جدا. وبرضو مش بنعجن فيها كتير، لو حابة تحطي جوز هند جواها معلقة جوز هند براحتك خالص. انا عملتها سادة علشان اللي ما عندوش ما يقولش مش هعمل ال ال المقدار ده. بصي بالظبط انا مش بعجن فيها، انا يا دوبك بس لميت العجينة كده لمة حلوة بس كده ممتازة. المكان اللي عجنت فيه بصي مفيهوش اي حاجة، بالظبط المقادير ممتازة. هسيبها كده ترتاح حوالي ربع ساعة، مش كتير، هي دوبك ربع ساعة هتطلع معانا ممتازة. هغطيها واسيبها ربع ساعة، وبعد كده نرجع مع بعض نشوف هنشكلها ازاي بأسهل الطرق ان شاء الله، وهتطلع معاكي ممتازة جدا. وهنا خلاص بعد ما ريحت العجينة حوالي ربع ساعة، احنا مش عايزينها تخمر كأن هنعمل عيش، احنا عايزينها بس الخميرة تشتغل فيها شوية، تهيش شوية العجينة من جوه. احنا مش بنعمل عيش. كده تمام. كده انا خلاص عملتها كده
هقطعها بقى المقاس اللي انت تفضليه وتحبيه. انا هعملها كده صغيره زي كده عين الجمل كده، يدوبك صغيره مش كبيره. هقطعها بقى كده كلها كده. وهنا الحجم اللي انت تفضليه بتقطعيه زي ما انت عايزه. هو كل ما بتبقى صغيره بتبقى شكلها احلى وطعمها احلى، يعني بتبقى شكلها كده منظرها جميل، وبتتحط كده ببق واحد كده فبتبقى حلوه. هنا معانا بقى المصفايه بتاعه الزيت دي. يعني عندك كذا حل، اي مبشره عندك، اي بصامه عايزه تبصميها براحتك خالص. يعني ممكن باي حاجه، حتى ممكن بتاعة الكحك الناعم، بأي حاجة عندك بصامة. أنا دلوقتي مثلا يعني مثلا كماجي أنا ما عنديش المصفى دي، بأبسط حاجة كرتونة، بورقة كرتونة. ايه، مفيش أسهل من كده، مفيش حد ما عندوش كرتونة. لو ما عندكش المصفى، ما عندكش أي حاجة، مصفة الزيت، أو ما عندكش أي حاجة المبشرة أو أي حاجة، اهي بتاعت ايه كرتونة. يعني مفيش اسهل من كده. انا معايا كده الكرتونه، هحط لكم كده بس الكاميرا، ادي الكرتونه معايا، مفيش اسهل من كده طبعا. كده تمام. معايا ادي القطعه، مفيش اسهل من كده اهي. اهي هتطلع معاكي شكلها تحفه واحلى بكتير من اي بصامه بجد. يعني الكرتونه بجد جربوها. شايفين الشكل؟ مش لو عملت اي مبشر اي نوع عندك بتاع مش هتطلع بالشكل والجمال بتاع الكرتونة ده. كده هحطها كده على كيس نايلون. تمام. تاني هفرد العجينة كده اهي، وهحط صوابعي الاربعة كده اهي. هضم الاربع صوابع كده. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. تاني مع بعض. انا عايزاهم على قد ما اقدر ان انا اعملهم. قد فردتها، شايفين الجمال؟ تاني ممكن كمان ما نخليهاش بالعرض بالمستوى كده، ممكن اخليها زي ما هي كده اهي. شايفين اهو، حاطه صوابعي وبغرز اهي. شايفين الجمال؟ شايفين الفتحات دي؟ لازم تكون الفتحات بتاعت الايد دي موجوده علشان تطلع معاكي العجينه ما تفرش معاكي في الزيت وفي لما تخمري. شايفين الشكل والجمال؟ تاني مع بعض. هفرد العجينة كده وصوابعي اهو الاربعة. انا عايزة بس اقرب لكم كده. ادي صوابع الاربعة كده. همسك من الاول وهفرد. شايفين اهي؟ ادي الجمال والحلاوة بتاعة الكرتونة. يعني انا مش هلاقي ابسط من كده ان انا اعمل بيها الحاجة. كرتونة نظيفة وشايلة كمان منها الطبقة، فالطبقة اللي جوه بتبقى نظيفة تماما، عشان محدش يقول لي ده عاملة في الكرتونة. الكرتونة يعني نظيفة، مش واسهل بكتير. اسهل طريقة بتعملي بيها هي تكون الكرتونة، يعني وهتطلع لك النقشة احسن بكتير من اي زي ما احنا قلنا فورمة. لو لسه ما حطيتش لايك حط لايك، ولو لسه ما اشتركتيش بتمنى تشتركي كده وتبقي صديقة معانا، والعيلة تكبر بيكي كده، والقناة تكبر بيكم يا حبايبي. يا رب تكونوا دايما في حياتي. يا رب تكون وصفاتي بتعجبكم كده. تمام. شايفين الشكل هخلص كل تمام كده. ادي الشكل وادي اللون والحلاوة بتاعة الكرتونة والبصمة الجميلة السهلة اللي ببلاش، كأن اي حد عندنا. يعني مش هتلاقي اسهل من كده وابسط من كده. انا هخلص الكمية كلها ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني.
وهنا بعد ما خلاص خلصت كل الكمية بتاعة صوابع زينب، شايفين شكلها حلو ازاي، وكلهم مقاس واحد وتحفة جدا وسهلين جدا، سهلة جدا جدا. تعالوا نشوف مع بعض. مش هسيبها تخمر، احنا خلاص خمرناها الاول ربع ساعة خلاص. على كده انا كده خلاص هشوف الاول اللي انا قطعت شكلت الاول. يعني مثلا شكلت من هنا، لازم اخد من المكان اللي انا شكلت فيه، ما اخدش في اللي كنت لسه بقى يعني لسه مقطع، يعني لسه عاملاهم فورمه، لسه مقطعاهم، ما اخدهمش. اخد اللي كان يعني اللي يعتبر ده ليه فتره، يعني اللي يعتبر ليه مثلا 10 دقايق قبل ده. ناخد الاول اللي احنا مقطعينه الاول، اللي مشكلينه الاول. يعني انا بدأت من هنا، حطيت الاول من هنا، يبقى انا اخد من هنا، اسيب الاخر ده، يبقى كده هحمره كده في الاخر خالص. تمام تمام مع بعض كده. تعال نشوف بقى الزيت مع بعض. الزيت بيكون غزير، هنا حاطه الزيت بيكون غزير وبيكون مش سخن جامد، انا عايزاه دوبك سخن وسط، علشان ما احطش الصوابع زينب والاقيها في الدقيقه حمرته من جوه عجين. انا عايزاها يدوبك تاخد لون من بره ومن جوه. انا بخلي النار يدوبك متوسطه مش عاليه، والزيت ما بيكونش سخن قوي، علشان تاخد راحتها في التسويه وتستوي من جوه حلو، تبقى واخده لون من بره ومن جوه مستويه. وهنا معايا جنبية الشربات اهو اللي انا عملته، شايفين تقيل زي شربات الكنافة. جنبية اهو الاتنين، مرضتش حتى اكبه في بولة او اي حاجة، قلت عشان اوره لكم في الحلة زي ما هو لحد ما سبته برد خالص. انا هنا سايبة الزيت يغلي لحد ما اشوف درجة الحرارة بتاعته. كده درجة الحرارة لسه، ويكون الزيت غزير علشان ما تتحرقش منك بسرعة، وتكون لسه نية من جوه. ان شاء الله تطلع معاكي، امشي بكل التعليمات اللي احنا قلناها وهتطلع معاكي، هتبقوا استاذة في صوابع زينب بجد. يعني لو حد عايز يعمل مشروع بجد هتبقى معاه تمام وناجحة وزي الفل، وربنا يوفق الجميع يا رب ويرزق الجميع. هنا الزيت خلاص ابتدى يغلي معايا، هنزل بيه. وقلنا النار بتكون متوسطة علشان انا مش عايزة اللون ياخده بسرعة وتكون لسه نية من جوه زي ما احنا متفقين، وما تكونش كمان قلنا ما بنسيبهاش تخمر بعد ما شكلناها، علشان ما تاخدش تبقى الصبع يعني تلاقيها من جوه بقت. احنا مش عايزين عيش، احنا يا دوبك بنعمل صابع زينب حاجة كده وتطلع معاكي زي الفل. وما نملاش الطاسة قوي علشان ما نزنقش ببعض، عشان كلهم ياخدوا لون واحد. مش هقلب فيها كده لحد، بس هي بتتقلب لوحديها يعني، بصي بتدلع كده في الطاسة براحتها خالص. انا مش مستعدلة عليها، ما طلعهاش وتكون لسه نية، انا عايزاها من جوه مستوية، مش عايزاها احطها الاقيها دي لسه نية من جوه، طب ما هي خدت لون من بره. خلاص كده خلاص احنا هتضطري تعملي ايه، خلاص كده خلصت. لكن انا كده موطيه النار مخليها متوسطة، والزيت ما كانش سخن قوي. هنا بس خلاص كده اللون تمام جدا، شايفين الشكل والجمال. انا كمان وطيت عليها اقل من الوسط، كده اللون حلو قوي. هطلعه وهنزل عليه بالشربات، شايفين اللون تحفة. هسيبها بقى في الشربات وهنزل بالباقي. كده انا وطيت النار خالص اقل من الوسط عشان ما ياخدوش لون بسرعة. كده الزيت معانا سخن.
انا وطيت كده اقل من الوسط، يعني دوبك موطيه عليها كمان. احنا اللي بنتحكم في اللون وبنتحكم في عايزين اللون عامل ازاي. كده انا وطيت خالص خالص عليها عشان الزيت كده غلي معانا، مش عايزينها تبقى نية من جوه زي ما احنا قلنا، مش عايزينها تبقى نية. وهنا معانا ادي الصوابع زينب في الشربات، سيبيها لحد ما تشرب الشربات. هنا موطيه النار خالص خالص، بصوا عامله ازاي، اقل يا دوبك موطيه النار خالص عشان تستوي معانا زي ما احنا قلنا من جوه وتطلع معاكي كلها لون واحد. عشان احنا كده الزيت معانا خلاص سخن، شايفين الواحده ببصمتها زي ما هي كده، زي ما هي بالفورمه بتاعتها، علشان ما سيبناهاش تخمر. لو سبتيها تخمر هتلاقي كل البصمه اللي انت عاملاها دي، الفورمه اللي انت عاملاها مش هتلاقيها، هتلاقيها هتروح معاكي في التخمير. لكن كده احنا خمرناها في الاول، مش هنخمرها تاني في تاني حالة، لاني لو خمرتها تاني هتلاقيها نفشت معاكي جامد في الزيت، وهتلاقيها بقت عاملة زي العيش من جوه، يعني هتلاقيها ما مش هتاخد معاكي يعني هتلاقيها من جوه مش واخدة معاكي شربات. ليه؟ لان بقت عاملة زي العيش. شايفين اللون؟ لازم توطي النار طول ما الزيت سخن معاكي كده، توطي النار علشان ما تاخدش معاكي لون بسرعة زي ما احنا قلنا. شايفين لون الصابع زينب في الشربات عامل ازاي؟ تحفة، عايزة تتاكل كده بأي طريقة. وهنا الشكل النهائي بتاع الصابع زينب بجد تحفة. الكاميرا هنا كمان عطيها لون اغمق شوية، لكن هي بجد لونها حلو قوي واللون تحفة. شايفين اللون؟ كلهم شبه بعض. ادي اللون كحلك من جوه، بصي ادي الحلاوة والطعامة، ومقرمشة من بره وناشفة وحلوة قوي. بصي فتحها من جوه، ناشفة من بره مقرمشة جدا، تحفة. بتمنى تعجبكم، جربوها. شايفين؟ جربيها. شايفين؟ كأني عاملة بسبوسة بجد، طعمها ناشفة من بره بص مستوية. هو ده اللي احنا عايزينه، من جوه تبقى مستوية كده وتشرب الشربات وتبقى جميلة جدا. بتمنى يا رب تكون عجبتكم كده، ولايك جميل كده حلو واشتراك جميل، تعليق جميل منكم كده بتسعدوني بيه. شكرا ليكم.